بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم أحمد علي من قناة أحمد علي للشروحات المختلفة. هنبدأ النهاردة في برنامج الفوتوشوب ومن الحلقة الرابعة من برنامج الفوتوشوب، وإزاي تكتب على الصورة وإضافات مختلفة وهكذا. إن شاء الله هنبدأ مع بعض، فهيا بنا لكي نتابع. نبدأ نضيف صورة زي ما تعودنا مع حضراتكم، ولتكن الصورة اللي احنا في الحلقة الثالثة عملناها مثلا. للأسف عملت لها عملية ديليت. نبدأ نجيب صورة من على البارتيشن اللي عندي، أي صورة خاصة بيا، وأبدأ عشان أعمل عملية التعديل. ولتكن الصورة ديت هي اللي أنا كنا شغالين عليها في المرة اللي فاتت. أبدأ عملية الكتابة، تعمل عملية تكبير للفونت. ادي الفونت معاك وهكذا. طيب لو عايزين نعمل عملية تغيير للون، يبدأ اللون كده تلاقي من على الشمال، يا إما اللون عايز تغير الدرجة بتاعت اللون تكتب، أو لو حضرتك عايز من حامل لون مفيش مشاكل بيكتب عادي. وهنا ممكن تعمل عملية تغيير للخط. هنا هتلاقي دي نوع الفونت اهوت، فونت مختلف، فونتات مختلفة. اخد مثلا اندلوس، قناة أحمد علي للشروحات. هنبدأ نعمل مثلا عملية تعديل لهذا، هنبدأ ننزل بيه تحت. نبدأ نعمل مثلا عملية تعديل للكتابة المستقيمة من تي على حرف التي تحتيه نص قوس. هنبدأ نعمل قوس اهو كده مثلا. عايز تنزلها تحت بس ماشي، مفيش مشاكل. حسب بقى انت، لو عملت حفظ عايز تعمل قوس لأعلى قنطرة، يعني حسب ما حضرتك عايز. كل ده ان شاء الله متاح معاك من خلال برنامج الفوتوشوب. وفي الاخر لا تنسى هي بص، لا تنسى موافق. كده انت تكون انتهيت من تعمل علامة صح عشان يبدأ يحفظ الكتابة اللي حضرتك كتبتها. وهنا عشان لو انت بتكتب ده بيجيب لك الكتابة محاذاة إلى ناحية اليسار، وهنا بيجيب لك المحاذاة في النص، وهنا بيجيب لك المحاذاة ناحية اليمين، وهنا بتبدأ يا حاد يا بدون يا قوي يا ثقل. وهنا ده نوع، ده درجة خط، مثلا خط صغير. هنا بتبدأ صغير لحد مثلا 18، بتبدأ الخط يكبر معاك ثم إلى الخط 72. وهنا مثلا ريجولار متوسط، هنا نوع الخط اللي هو الفونت، وهنا اللون اللي انت عايزه. هنا ممكن برضو اللون وتعدله من هنا برضو وتعمل عملية حفظ عشان نوريه لحضراتكم الصورة برضو. شوف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، بيجيب لك فوتوشوب PSD. انا هعملها ايه PNG، واعملها مثلا اي اسم وعلى الديسكتوب او اي مكان وتعمل عملية سيف.
اهيت. هنوريها لحضراتكم الصورة اللي احنا عملنا عملية التعديل عليها، كتبنا عليها قناة أحمد علي للشروحات اهيت. زي ما حضراتكم شايفين ده نوع فونت عادي، ممكن تنزل نوع فونتات عادية تانية من على جوجل. وبكده نكون انتهينا من شرح الخط والتعديل على الصور بالخطوط. وتابعونا ولا تنسونا بسبسكريبشن للقناة إذا عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد علي من قناة أحمد علي للشروحات المختلفة.